الوصفة اللي ما ضل حدا ما سأل شلون بنعملها بالبيت، يا اما ما بتتوفر بالاسواق، واذا توفرت سعرها غالي شوي. زبدة الفستق واستعمالاتها كتير بالحلويات، وهي اسهل واضمن طريقة لحتى تطلع معكم بهالقوام. اسمعوا مني واعملوا هالطريقة. اول شي رح يلزمنا الخلاط الكهربائي، كتير ضروري. بنحط فيه نص كوب من الفستق مع ربع كوب من الزيت النباتي، وبنتركهم ينخلطوا كتير منيح لحتى يصير قوامهم كريمي. وبعدين بنضيف نص كوب من الحليب المكثف المحلى، وكمان بنتركهم ينخلطوا مع بعض. كوب من الكريمه الخف السائله للحلويات، وكمان بنتركهم ينخلطوا مع بعض منيح. ضفت ربع معلقه صغيره من الملون الغذائي الاخضر لحتى يعطيني لون حلو. احيانا الفستق ما بيعطي لون حلو كتير للخليط، يعني حسب نوع الفستق. شوفوا هاللون صار ما احلى. صار عندنا خليط قوامه كتير سائل، وهلا اهم خطوه بنحطه بالمقلايه على البارد. بنضيف فوقه خليط من معلقتين كبار من المي مع معلقه ونص كبار من النشا. تحريك مستمر على نار وسط لحتى يصير بهذا القوام. ممكن حدا يستغرب اضافه النشا ويفكر انه بس تبرد رح تصير مثل المهلبيه. صدقوني هي اضمن طريقه لحتى تحصلوا على زبده فستق نفس الجاهزه تماما. ومو بس هيك، حتى طعمتها طيبه طيبه لذيذه لذاذه غير شكل. عبوها بالمرطبان وحطوها في البراد واستخدموها ايمتى ما بدكم، ولا بقى تدوروا عليها ولا تشتروها جاهزه. مالكم غير هالطريقه، وصحه والف هنا يا رب.